من سنة بالظبط كنت بجهز أجندتي الشخصية. كنت بعملها عشان تساعدني أرتب حياتي، طريقي، أفكاري، أهدافي الجديدة. ولما شاركتها مع الدايرة اللي حواليا لقيتهم كلهم بيسألوني نفس السؤال: ليه مش بتساعدي بيها غيرك؟ ليه الأجندة دي تفضل عندك انتي بس ما تطلعش للنور؟ والسؤال ده ما كانش مجرد سؤال، كان هو الشرارة الأولى. جربت أجندات كتير، بحترم كل صناعيها، بس ولا واحدة كانت شبهي. في منهم مفضل ليا بس مش شبهي. في أيام صفحات كانت بتكفي، وأيام الصفحات بتبقى كتير، وأيام الصفحات فاضية ما بكتبش حاجة فيه. وده كان بيسبب لي ضغط إن أنا سايبة الأجندة فاضية. كان دايما في حاجة ناقصة، تصميم كويس بس مش معمول لشخص طموح أو متعدد الشغف، أو شخص بيبني طريقه بنفسه. وقتها بدأت أنفذ أجندتي بإيدي زي ما أنا محتاجاها، بعد دراسة وتجارب ومذاكرة ودقة كبيرة. خلت أول نسخة تطلع للنور وجربها مع الدايرة المحيطة بيا المهتمين بالأجندات. والنتيجة كانت إن هما كمان شافوا فيها حاجة مختلفة وأثرت فيهم وغيرت في حياتهم. ومن اللحظة دي اتولد من الألف للياء.